مساء الفل عليكم ولعلكم بألف خير. لايف جديد ومعلومات مهمة وتفاصيل خطيرة عن الوضع الحالي في السودان وآخر المستجدات اللي مش هتشوفها ولا هتسمعها في وسائل الإعلام. ويلا بينا نبدأ. أنا عايز أقول لكم إن معارك التحرير بدأت، والجيش السوداني أطلق أكبر نداء تعبئة عامة في تاريخ البلد، وحاليا كل القادرين على حمل السلاح مطلوب منهم الانضمام لصفوف الجيش تمهيدا لمعركة كبرى هدفها تحرير السودان وإنهاء وجود هكسوس العصر الحديث للأبد، ألا وهم قوات الإرهاب حميتي. لكن في مقابل الزخم الشعبي والعسكري اللي حاصل في صفوف الجيش الوطني والانتصارات العسكرية المذهلة اللي قدروا بيها يستعيدوا عدد من المناطق الاستراتيجية من تحت سيطرة قوات الدعم السريع خلال الساعات اللي فاتت، إلا أن عصابات حميتي حاليا بتجهز لهجوم ضخم هيقوده حميتي بنفسه بهدف السيطرة على مدينة ببنوسة في غرب كردفان. ولو نجح في السيطرة عليها فده للأسف هيكون بمثابة إعلان سقوط آخر معاقل الجيش السوداني في الغرب وتأكيد على مخطط تقسيم السودان، وده مصر لن تسمح به أبدا. بصوا يا محترمين، عشان أسهل عليكم الدنيا لأن أنا عارف إن المواضيع في السودان يعني مكلكعة شوية زي ما بيقولوا. الصراع دلوقتي دخل فعليا في مرحلة تكسير العظام، والوضع العام خطير جدا وفي تعتيم إعلامي كبير. فخليني أحكي لكم باختصار تفاصيل التطورات على الأرض هناك في السودان في آخر يومين تحديدا، عشان تبقوا عارفين وفاهمين مدى خطورة اللي بيحصل دلوقتي على حدودك الجنوبية اللي هي حدودك مع مين؟ مع دولة السودان. القصة بتبدأ من امبارح لما قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان طلع في تصريحات رسمية حاسمة من ولاية اسمها ولاية الجزيرة، وأعلن بشكل رسمي عن فتح باب التعبئة العامة لكل الشعب السوداني. حد هيقول لي طب يعني إيه الكلام ده؟ احنا مش فاهمين منه حاجة. يعني يا صديقي البرهان كده بيوجه نداء قوي ومباشر لكل المواطنين القادرين على القتال وحمل السلاح إنهم ينضموا بشكل عاجل لصفوف الجيش الوطني عشان يشاركوا في المعركة المصيرية اللي جاية، واللي مش هتنتهي إلا لما يتم القضاء على الدعم السريع بالكامل وأخذ القصاص منهم وطردهم من الأراضي السودانية إلى الأبد. خلي بالكم دي معركة كبرى وخطيرة جدا ومحورية لمستقبل البلد كله، حاجة كده تفكرك باللي عمله أحمس ضد الهكسوس في مصر من آلاف السنين. وبالفعل بعد الكلام ده بمفيش كام ساعة الجيش السوداني بدأ ينفذ عمليات واسعة النطاق أثمرت عن انتصارات مهمة جدا ومحورية. أول حاجة وحسب المصادر الاستخباراتية من جوه مسرح المعركة دلوقتي، فالجيش نجح في استعادة منطقة اسمها قزقيل الواقعة في جنوب مدينة الأبيض، واللي هي تعتبر واحدة من أهم النقاط المحورية في المعارك. والمنطقة دي بتربط ما بين شمال وجنوب كردفان، وكان متمركز فيها خطوط إمداد الدعم السريع. واستعادتها من الجيش السوداني معناه انهم كده نجحوا ان هم يقسموا الميليشيات لنصين وقطعوا عليهم طرق امدادات محورية وحيوية ممكن تهدد وجودهم في غرب كردفان كلها. كمان الجيش نجح ايضا بعدها بدقائق في استعادة منطقة تانية اسمها دام حاج احمد، هي المنطقة اسمها كده، والمنطقة دي موجودة على بعد كيلومترات من شمال مدينة الأبيض المهمة جدا استراتيجيا برضه. وفوق كل ده وبحسب المصادر الميدانية رجعوا 4 مناطق تانيين، ولسه مع كل ساعة بتعدي بنسمع أخبار حلوة أكتر. ولو حضرتك مش فاهم إيه أهمية الإنجاز العسكري ده فخليني أقول لك ببساطة إن رجوع المناطق دي مش مجرد انتصار بسيط، بل هو بداية حقيقية لتأمين الطرق والمناطق الحيوية في الولاية، واللي مع الوقت هيقل بشكل كبير جدا من قدرة عصابات الدعم السريع، هيقلل إمكانياتهم على التقدم نحو مدينة الأبيض اللي هي عاصمة الولاية، وكمان هيقطع عليهم خطوط الإمداد والدعم بشكل مباشر، وهيؤدي لتضييق الخناق عليهم بشكل كبير. ولسه كل ده تمهيد للعملية العسكرية الكبرى اللي هتوسع نطاق انتشار الجيش السوداني وهتأمن المناطق الاستراتيجية اللي على خط المواجهة كلها. يعني احنا دلوقتي خلاص داخلين في مرحلة هدفها الواضح والنهائي هو الحسم العسكري الشامل بدعم من الحلفاء الخارجيين زي مصر وتركيا، وحط خط كبير قوي تحت الكلمة دي، وبحشد أيضا من قوات شعبية بتحارب لاسترداد بلدها من العصابات اللي استباحت دم أهلها. بس في خضم كل ده في حاجة خطيرة بقى بتحصل دلوقتي على الناحية التانية من خط الصراع في مناطق نفوذ الدعم السريع، والحاجة دي ممكن تؤدي لكارثة لو تمت ونجحوا في تحقيقها بالفعل. طيب إيه هي الحاجة دي؟ محمد حمدان دقلو أو حميتي
بيحضر دلوقتي لأنه يقود بنفسه في الميدان عملية هجوم واسع على مقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة ببنوسة في غرب كردفان. وعشان تبقى فاهم مدى أهمية المدينة دي، فهي موقعها موجود بالضبط على طريق النقل الرئيسي اللي بيربط غرب كردفان بدارفور وبالحدود مع جنوب السودان، وده بيخليها عقدة مواصلات محورية للإمدادات العسكرية والتجارية وحتى لإمدادات النفط والمواد الغذائية. مكان مهم يعني باختصار اللي هيسيطر عليها هيبقى كده فعليا سيطر على طرق الإمداد بين 3 ولايات. ومش بس كده، مدينة ببنوسة كمان تعتبر هي واحدة من آخر قواعد الرئيسية للجيش في غرب كردفان، وبتحتوي جواها على مقر الفرقة كاملة من الجيش الوطني اللي هي الفرقة 22 مشاة. وعشان كده سقوطها لو حصل هيكون بمثابة كارثة، لأنه هيفتح طرق إمداد واسعة للدعم السريع، وإحنا طبعا مش عايزين كده، وهيهدد بشكل مباشر مصير مدينة الأبيض اللي متمركز فيها الجيش السوداني برضه. رجاء محدش يتوه مني، لأن إحنا عايزينكم تبقوا فاهمين إيه اللي بيحصل حوالينا، وأنا ببسط الأمور قدر المستطاع. حد هيسألني هيقول لي طيب يا ترى إيه اللي بيحصل هناك على الأرض في السودان حاليا؟ إيه اللي بيحصل؟ هقول لك سؤالك جميل، لأن الهجمات بالفعل بدأت بقالها أيام، والضرب شغال بقاله ساعات على قوات الجيش هناك في المدينة. والهجمات دي بتستعمل فيها ميليشيات حميدتي عدد كبير من الآليات والمقاتلين المرتزقة، ومعهم دعم من المدفعية والطيارات المسيرة. والاشتباكات للأسف عنيفة جدا، وأدت لسقوط عدد كبير من الشهداء وتدمير منازل ومرافق خدمية مهمة. وعشان يبقى وصل لك مدى سوء الموقف، فيكفي ان اقول لك ان المدينة دي شهدت نزوح شامل للسكان خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت. والتقارير بتتكلم عن ان اكتر من 180 ألف مواطن نزحوا منها لحد دلوقتي. وللأسف الشديد برضو عصابات المجرمين مش سايبينهم في حالهم، وفي شهود عيان نقلوا تصريحاتهم لوسائل إعلام عالمية بيقولوا ان ميليشيا الدعم السريع اعتقلت 7 أسر مدنية بينهم نساء وأطفال أثناء محاولتهم الخروج من المدينة. وده بس اللي تم توثيقه، لأن حرفيا قوات الدعم السريع تفوقت على إسرائيل في جرائم الحرب. كمان في تقارير بتقول إن في انتشار ضخم للقناصة في محيط الأحياء السكنية بهدف منع حركة المدنيين اللي عايزين يخرجوا من المدينة بشكل كامل، حتى الهروب من الناس هناك مش عارفة تهرب. وكل ده للأسف بهدف إسقاط روحهم المعنوية ودفعهم للاستسلام عشان يهربوا من صعوبة الحياة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الغذاء والدواء. بالظبط كده زي ما عملوا في مدينة الفاشر قبل كده. الخلاصة إن لحد دلوقتي قوات الجيش المرابطة في المدينة أعلنت عن تصديها للهجمات وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة جدا، ولكن المدينة للأسف بتنزف، وحاليا أصبحت في وضع خطير جدا بسبب الحصار، وتحولت حسب التقارير لمنطقة أشباح بعد نزوح الآلاف من سكانها. مصير مدينة ببنوسة دلوقتي مرتبط بقدرة الجيش على إيصال الإمدادات ليها، وموضوع إن حميدتي بنفسه بيجهز لقيادة عملية عسكرية للسيطرة على المدينة ده بيوضح لك قد إيه المعركة اللي جاية هي بالنسبة لهم معركة وجود، وهدفها تغيير خريطة السيطرة في غرب البلاد عشان يقدروا يفرضوا شروطهم وهم في موضع انتصار قبل ما يحصل أي تفاوض. وأخيرا إن شاء الله هفضل متابع معاكم مستجدات الأحداث وإيه اللي هيحصل في خلال الساعات والدقائق والأيام القادمة، وهحكي لكم أو هنزل لكم فيديو أول ما يكون فيه أي جديد. وما تنسوش إخواتنا هناك من دعواتكم إن ربنا ينصرهم على أعدائهم ويرجع لهم أرضهم سالمة، ويحفظهم ويحفظ بلدهم من كيد الأعداء. وفي النهاية لو وصلت لهنا ما تنساش إنك تعمل شير لللايف ده، ضروري جدا عشان يوصل لغيرك ويفهم إيه التطورات اللي بتحصل في السودان حاليا بالظبط. أشوفكم دايما على خير، وأشوفكم في لايف جديد وفيديوهات أخرى جديدة بإذن الله. خالص تحياتي لحضراتكم، وتحيا مصر. سلام.